رواية أفاعي النار لجلال برجس. تتحدث الرواية عن حياة علي، وهو فنان تشكيلي يعيش في إحدى قرى الأردن. كان علي يعيش فراغا داخليا بسبب الفقر والحرب والتطرف الديني وقمع الحريات. فبعد معاناة في قريته يقرر الفرار إلى عمان، وهناك تتفاقم المشاكل، فشل عاطفي، إحباط فني، ويشعر بطل الرواية أنه مطارد من كل الجهات ولا يستطيع تحقيق ذاته. فشل في بناء حياة جديدة وسط بيئة معادية للحرية والفن، وبسبب رفضه للفكر المتشدد ونقده الصريح للتطرف الديني احترق منزله. حريق في الرواية رمزي، أراد الكاتب الإشارة إلى مرحلة اللا عودة، إلى انفصال البطل عن ماضيه وعن وطن لا يتسع لأحلامه، ما جعل علي يقرر السفر إلى باريس. باريس كانت الملاذ الأخير لهذا الفنان، يحاول أن يعبر عن نفسه دون رقابة أو خوف، ولكنه أصبح منفيا. فلم تمنح باريس لعلي الشفاء الكامل، بل كانت جراحه النفسية ترافقه أينما حل. قراءة ممتعة.